السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الجزء الثاني من تنظيف الشقة. زي ما وعدتكم احنا عملنا مع بعض كرسي الانتريه، عملنا كرسي واحد عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. طبعا الفيديو التاني طلع طويل، فعشان ما اطولش عليكم قلت اعمل جزء تاني لتنظيف السجادة. دلوقتي احنا هنشتغل مع بعض اهو في تنظيف السجادة. اهو الدراع، طبعا انا شرحت الجهاز بنشغله ازاي في الفيديو التاني بتاع الكرسي الانتريه. اهو كده زي ما انتم شايفين، ودي الفرشه اللي هنضف بيها في الاول، وهقول لكم دلوقتي هي ايه هنعمل ايه. دي طبعا الممسحه بتاعتنا اللي بنمسح بيها الارضيه، وهنضف بيها برده السجاده عشان لو فيها بقع او اي حاجه هنضفها بيها. اهي زي ما انتم شايفين انا منضفه بيها قبل كده اهو كده اهو. دلوقتي هنركن دلوقتي على جنب وهنشتغل بالفرشه. يلا بينا. دلوقتي معانا يا حبايبي اهو ميه، هحط فيها اللهلوبه اللي احنا عملناها مع بعض اللي قلت عليها اهو، هنشطف فيها الفرشه والممسحه بتاعتنا. يلا بينا. دلوقتي احنا طبعا اول ما نشغلها بنصبر عليها كده دقيقه الجهاز يشتغل على طول، وبعد كده ايه احنا بنشغلها كده في الجردل تنزل الميه اللي فيها كده. اول ما تطلع البخار هنشتغل على طول. دلوقتي يلا بينا هنشتغل. زي ما انتم شايفين طلع معانا اي تراب، اي بقعه وشعر. لو في شعر او اي حاجه او فتل تطلع معاكي على طول. هوريها لكم دلوقتي هطلعها ايه. زي ما انتم شايفين دي اهو، دي حاجه لازقه فيها اهي. طلعت معانا اهي زي ما انتم شايفين اهو، مفيهاش حاجه اهي واضحه. طبعا احنا بنغسل السجاد الاول قبل يعني اول ما نشتريها مش هننضف بيها على طول، احنا بنغسل السجاد عادي زي ما بنغسله، وبعد كده ايدينا فيها على طول. كل اسبوع كل 10 ايام نقعد ايه نعملها اول باول كده. لو في اي بقعه على طول ننضفها اول باول. طبعا احنا عملنا اهو المكان ده باين اهو، واضح فرق هنا من هنا واضح اهو. دلوقتي احنا هنعمل الجزء التاني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اللي طلع من السجاده اهو، في الجزء ده بس اهو. زي ما انتم شايفين اول جزء عملناه، شايفين التراب شايفين الشعر اهو. بسم الله ما شاء الله، بتطلع كل حاجه من جوه، بتجيب من جوه واي بقع بتطلعها. دلوقتي هنشطفها مع بعض وهنبتدي في الجزء التاني. طبعا ملحوظه انا نسيت اقولها ان انا كنسه بالمكنسه قبل ما اشتغل بيها، كنسه بالمكنسه كويس جدا، وبعد كده بنضف بالممسحه البخاريه. زي ما انتم شايفين نضفت بالمكنسه وطالع ايه برضو زي ما انتم شايفين كده اهو واضح اهو. انا هشطفها وهنرجع نكمل اهو يا حبيبي. احنا هننضف بقى الجزء التاني. زي ما انتم شايفين اهو البقعه اهي، دي بقعه بقالها 10 ايام، انا عاملاها من 10 ايام اهي. دي بقعه بقالها 10 ايام زي ما انتم شايفين، يعني لو سيبناها اكتر من كده تبقى فظيعه يعني. فاحنا على طول اول باول كل اسبوع طالما عندنا الممسحه هي في ايدينا، كل اسبوع وكل 10 ايام مش هنغسلها خالص. يعني احنا لو عملنا كده مش هنغسلها خالص ولا بايدينا ولا هنوزعها في اي مكان. يلا بينا. شايفين البخار اهو، انا ما حطيتلهاش اي مواد ولا صابون ولا اي حاجه. انا حطيت شويه لهلوبه في الميه بس بيها بس الممسحه والفرشه بس، ما حطيتش اي حاجه. انتوا شايفين البقعه بتطلع اهي فرق واضح طبعا. بصوا اهي نورت اهي بسم الله ما شاء الله. دي تاني مره انا اعملها.
طبعا انا كنت قبل ما اشتريها كنت بس السجاد وشايلاه. احنا نعتبرها في بقعة هنا اهي، حلوة تيجي تقرب لنا اهو، واضحة اهي اهي، واضح اهو. وهنا برضو واضح ان انا ايه البقعة اللي انا قلتلكوا عليها طلعت. الدراع مساعدنا ان هو يدير الصناعة ان شاء الله، والخرطوم مساعد التمرين جاي. اهو بقعة كده كده مفيش وقت. بتعقمها وبتخلي الحتة جميلة زي ما انتوا شايفين. بصوا طلع منها اهو، بص التراب والشعر كل بص جايبه من جوه ما شاء الله اهو. انصحكم تجيبوها والله العظيم جميله جدا، هتريحكم قوي. اعتبروها اي جهاز في البيت، مكنسه، غساله، تلاجة، بوتاجاز، هي زيها بالظبط، اهم كمان. ما شاء الله جميله قوي. هنشطف دي طبعا وهنرجع نكمل. اهي يا حبايبي الفرشه بعد ما نضفتها اهو، وهوريها لكم كمان بعد ما ايه ما انضف بيها، عشان ما ايه ما تقولوش ان هي ايه هي شكلها كده ومش نضيفه. لا هي نضيفه اهي، وهوريها لكم بعد ايه ما اعمل بيها المره التالتة. يلا اشتغل اهي كده. البخار اهو طالع منها اهو. دي السرعه الثانيه، هي ضربتين، ضربه اولى وضربه تانية. عايزه بقى هنا كده تورينا الجزء اللي عملناه والجزء اللي احنا ما عملناهوش زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين الجزء ده احنا ما عملناهوش اهو واضح، والجزء التاني ده احنا عملناه اهو، هو بيلمع اهو ما شاء الله. شايفين كأني غسلاها بالظبط، واحسن كمان دي متعقمه اهو. نعملها كل اسبوع كل 10 ايام هتبقى نضيفه على طول معانا. خلاص كده هنكمل بقى باقي التنظيف. دي طبعا اهو بعد الجزء التالت اللي احنا نضفناه مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين، يا رب كنتوا شايفينه اهو واضح اهو. هشطفها بقى ونكمل بقية السجادة كلها واوريها لكم بعد ما اخلص. حبايبي بكمل نص السجاد اهو شايفين اهو. هنيجي هنا بصوا هنا طول لنا كده اهو مش نضيف.
زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم. خلاص كده عملت برضه طلعت ايه. خلاص كده انتوا شايفين الجزء التاني اهو طلع ايه اهو. هنشوف بقى بالممسحة، هناخدها وش كده برضو الممسحة لو فيها اي بقعة برضو هتطلع اهو زي ما انتوا شايفين. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو نركب الممسحة اهو. الممسحة بتاعتها اهي. انا هبقى برضو ايه انضفها بيها كده على البخار اهو. شايفين اهو اهو نبدأ نمشي بيها كده. ناشفة لسه اهو. لو فيها اي حاجة برضو ايه الممسحة بتشفطها. لو ادالها اي حاجة بحط الممسحة دي واحطها عليها كده ثواني هتلاقيه طلعت على كده. كده زي ما انتوا شايفين الجزء التاني. بص بقى كده شايفين الوبرة بتبان. انتوا شايفين اهو طلعت برضو اهي. شايفين مش نضيفة اهي طلعت برضو بقع اهو اهو. اي تراب برضو اي طين او اي بقع ايه بتطلع اهي معاكي اهي. خلاص كده يا حبايبي. وبكده يا حبايبي نضفنا مع بعض السجادة بمساحة البخار كرشة. يا رب تعجبكم وانصحكم ان انتوا تجيبوها هتريحكم قوي. اشوفكم على خير في فيديو جديد برضو تنظيف. نضف لكم بقى المطبخ والتلاجة واي حاجة والستاير برضو لسه هنضفها معاكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك و... وشير واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي.